السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة زملكاوية وأهلاوية. آآ الإعلام في العالم، يعني مثلًا اللي عايش مثلًا برّه أو بلاش عايش برّه، يعني مثلًا حضرتك عندك جهاز تلفزيون بتدفع له اشتراكات مثلًا زي بين أو بتاع، أو مثلًا بتتفرّج على قنوات الجزيرة الرياضية مثلًا يعني، أو قنوات زي قنوات السعودية. اللي بتتكلم في الكورة واللي بتتكلم في الرياضة عمومًا، فليهم كده مواصفات خاصة، مواصفات جميلة يعني. بس كمان ليهم طَلّة، عارف أنت إيه، استوديو شكله حلو والبني آدمين كده إيه، يعني ده طبعًا مش تنمُّر يعني إعلامي، يعني اختيار الإعلامي ده مش تنمُّر، يعني حضرتك لو شكلك فاهم، شكلك إعلامي خلاص أوكي يعني في ناس إعلاميين، أنا مثلًا عماد متعب كلاعب كورة باحبه أوي. بس هو مش إعلامي، يعني ما بيعرفش يتعامل مع الكاميرا مثلًا، أنا شخصيًا باحبه. ميدو مش إعلامي، ولو قعد 100 سنة مش إعلامي. ليه؟ الإعلاميين برضه ليهم، طبعًا مش أحمد شوبير أكيد يعني، بس طب أنا باقول ليه كده، طلع علينا مش عارف أقول هو يعني ما أعرفش لعب كورة أو يعني، طب شاف كورة قبل كده مثلًا، أو كان يلعب رياضة معينة، كابتن مهيب عبد الهادي، مش عارف كابتن يعني مهيب عبد الهادي. فطلع علينا بالإيه، بالبلاهة الإعلامية اللي هو إيه، آآ اكتشفنا إيه، اكتشفت إيه مفاجأة كبيرة، إن في خطاب ما قالش منين، بتأجيل ماتش الزمالك والأهلي 48 ساعة، بس الزمالك ما رضيش، بس هذا الخطاب سيقلب كل شيء رأسًا على عقب، لأنه يدعم موقف النادي الأهلي في إعادة مباراة القمة. طيب أنا بس يعني باسأل معلش، أصل إحنا أغبيا. الأستاذ مهيب عبد الهادي ده اللي هو إيه، في إيطاليا كده كلمة يقول لك razza superiore، اللي هو الجنس أنت عارف اللي هو الذكاء مش طبيعي، فهو واضح إنه ذكاؤه مش طبيعي يعني. طب هو الجواب ده مين اللي عمله؟ اتحاد الكورة؟ يعني اتحاد الكورة عنده جواب بتأجيل الماتش 48 ساعة، وبعت الحكم، وبعت التلفزيون، وبعت الجماهير، وبعتني أنا شخصيًا، وبعت آآ أعضاء في اتحاد الكورة الاستاد، وهو عنده جواب بتأجيل الماتش 48 ساعة؟ طب ماشي، عايز إيه؟ عايز إيه؟ عايز يعيد الماتش. الأول كانت طلبات النادي الأهلي عدم خصم 3 نقط. النهارده 8/5، والمفروض النهارده كان في يعني لجنة التظلمات، هتُبدي رأي، بس طبعًا لسه أمّا نشوف الأول المباراة هتعمل إيه. يا إخوانا اللي بيحصل ده ما فيهوش بربع جنيه مصداقية. الكلام ده مش هيعجب أهلاوية كتير، بس هم الأهلاوية بُص، عيب الأهلاوي إيه بصراحة، عايز يكسب بأي شكل، بأي شكل. بُص، أوفسايد جون ماشي، مش مشكلة، حكم واخد فيه مش مشكلة. أنا شُفت كان في واحد أخ أهلاوي كان بيذيع الجون بتاع صن داونز من الملعب. أنا شُفت كمية شتايم، ألفاظ مش طبيعية. يا أخوانا دي مش يعني كده الجماهير، لأ يعني فكّروا في حاجة تانية يعني، سيبوكم من الكورة يعني. طيب، موضوع الكورة وال3 نقط يعملوا اللي يعملوه، هم كده ليه بقى؟ هم ليه بيعملوا كده؟ أنا قُلت لك لو مرتضى منصور موجود في الزمالك كان ادّى بالجزمة، كُلّه بالجزمة، لإن فعلًا الناس دي مستواها يتضرب بالجزم، مش حاجة يعني، مش مثلًا أصل أنا لا، لا، لأ، هي في ناس ما فيش طريقة تتعامل معاها غير كده. فهو مرتضى منصور اللي هو كان في واحد معلّق جميل أوي قال لك أهو مرتضى منصور كان لسانه طويل على الناس اللي مش عارف إيه. ماشي، طيب خلصنا من دي. مفاوضات النادي الأهلي مع لاعبيه، كل لاعب لا يجدد في الأهلي خاين. ليه يا أخوانا؟ ليه يا أخوانا؟ ده أنتم واخدين نُص الخونة في الأندية. يا أخوانا ده الأهلي بيتفاوض مع نُص خونة نادي الزمالك، مالكم؟ رامي ربيعة 20.000.000، لا، لا، أنت ما عرضتش على رامي ربيعة 20.000.000، لإنه مش من العقل إن فريق بيراميدز يعرض 50 وحضرتك تعرض 20. بس أنت قدّام الناس لازم تقول إيه، أنا لعيبتي تلعب معايا إن شاء الله ببلاش. لا يا حبيبي،
مفيش حد هيلعب معاك ببلاش ليه؟ زمان كان في مبادئ وكان في الفانيلا الكلام ده خلاص. الكلام ده فهمه حتى كهربا لما الناس بدأت تتفرج على كهربا واترمى، والسولية ونجيب له عقد، والشناوي لو مش عارف ايه. فالناس قال لك الاهلي اصلا ملوش امان. وبعدين الاهلي شغال بنظام الكيد، يعني انا هجيب لعيب من الزمالك عشان الجمهور بتاعي. طب لعيبه الاهلي لا، ما يديهم 7 مليون 8 مليون، لا يا حبيبي مش هينفع. ليه؟ مش عشان الزمالك موجود، الزمالك ما على الله حكايته. بيراميدز هيحط فلوس، بيراميدز. فانت النهارده المفروض ان رامي ربيعه، بصراحه انا لو من رامي ربيعه جاي لي 60 مليون وعشان خاطر عيون الاهلي انا هاخد 50، هاخد 50 مليون. ياسر ابراهيم اللي هو في رايي الشخصي دخل الكوره غلط بس معلش يعني هو دلوقتي في مفاوضات والدنيا شغاله، خد لك 30 40 مليون. خد امام عاشور اللي هو بالامانه احسن لعيب في الاهلي، ليه تديله 40 مليون؟ وزيزو 100، لا اديله 100، مش هقول لك 110، اديله 100. ويجيب مثلا والده، خد له 30 مليون عموله. ليه لا؟ ليه لا؟ اصل ما هو ده انتماء برضه. ما هو الاهلي برضه لازم يجعل لاعبيه ينتموا ازاي؟ يساويهم ببعض. فبن شرقي بياخد 100 وده بياخد 120 تريزيجيه، والتاني بياخد مش عارف 130 والتالت طب انتوا يا اخوانا ما هو معلش يعني، يعني معلش يعني الفلوس دي بتجيبوها منين؟ يعني ولا انتوا الزمالك بس اللي بيروحوا يراقبوا عليه رقابة مالية، والأمن المركزي والجهاز المركزي والبنك المركزي وأي حاجة مركزية بتروح الزمالك، اشمعنى يعني؟ بعدين انا ردا على اخ قال لي انه الزمالك كل يوم عنده ايوه ماشي، راح له كتير الجهاز المركزي للمحاسبات وحل المجلس قبل ماتش نهائي القرن، حلوا طبيعي. فاهم؟ وطلع لقوا ايه ولا حاجه. والدليل ان إن الاداره رجعت زي ما هي، يبقى بالتالي بلاغات كيديه ولا ايه؟ طيب، فلعيبه الاهلي تاخد حقها. وبعدين لعيب الاهلي اللي يمشي يعني معلش يعني، يا كابتن بيبو انت رحت وخدت الراجل في حضنك، اكرم توفيق وحنان الاب وحنان الام، وكابتن احمد شوبير طلع بيها ترند. طب مال رامي ربيعه؟ ما هو حنان الاب، اديله برضه. ولا ايه؟ ياسر ابراهيم حنان الاب والام. فاهم؟ يحيى عطيه الله عايزين تمشوه ليه؟ ما الراجل محترم وجامد وجاي معاكم وسالك وبتاع. علي معلول هتديله كام؟ علي معلول. فالموضوع كبير ولذيذ يعني. الزمالك وايمن الرمادي. انا يعني انا طلبت طارق مصطفى. وانا عارف ليه طارق مصطفى. ليه طارق مصطفى؟ واحد زملكاوي، ايمن الرمادي اهلاوي. بص، والاهلاويه نابهم ازرق. يعني بص، انت ممكن ايمن الرمادي ده في عز ما انت بتديله فلوس وبتديله يبيع الماتش وش. اسال علي ماهر. علي ماهر مع المصري، الماتش الوحيد اللي كانت تلاقيه واقف كده عامل زي الاهبل ماتش الاهلي. علي ماهر اتغلب 5-0 من الاهلي. هم كده، هم عندهم مبادئ وانتماء كده غريب. فايمن الرمادي انا شخصيا هدعمه طبعا كزملكاوي، لكن انا بقول لك انتظروا المفاجآت. ايمن الرمادي اهلاوي، ومساعد ايمن الرمادي اهلاوي اكتر من خطيب. خلاصة الكلام اللي بيحصل في الزمالك ده محتاج وقفة كبيرة. حتة ايقاف القيد هيفك القيد، ممكن يفك القيد عادي يعني. بس هي الليلة كلها ان اللي بيساعد الزمالك بيساعده بأتمان عالية. ميدو والشيكات، ما اعرفش فين الشيكات، راحت فين الشيكات مش عارف، بس ربنا ييسر ترجع الشيكات. بركاوي زي ما قلنا الزمالك موقوف قيد، فيا ريت ما حدش يقعد يقول لك ايه، يضحك عليك ويقول لك جايين اهو بنستورد 15 لعيب من بنما، عشان احنا موقوف قيد. عشان تتفاهم تتفاوض مع لعيب، اللعيب نفسه بيبقى عارف ان انت عندك ايقاف قيد، فيقول لك هروح اشوف فريق يعني خلص معاه، انا لسه هستنى اما انت ترفع القيد والبنك الدولي زفت الاتحاد الدولي. قصص، انت عارف قصص الزمالك ما بتخلص، قصص الزمالك ما بتخلص. فخلاصة الفيديو، كابتن رامي ربيعة خد حقك. كابتن امام عاشور انت احسن لعيب في مصر. يا ريت يا جماعه معلش لايك كتير عشان عايز اخويا امام عاشور يوصلوا الفيديو ده. انت احسن لعيب في مصر،
أنت 2 زيزو، 2. وبعدين ليه والدك ما يبقاش هو الوكيل بتاعك وياخد له 30، 40 مليون؟ ليه لأ؟ الأهلي يا باشا، الأهلي معاه فلوس، وده برضه انتماء، يعني خلّي الانتماء على جنب. كابتن حسين الشحات، تيجي الزمالك؟ أهلًا وسهلًا، تعالَ الزمالك، يا إما يدّوك 100 مليون زي كابتن زوزو والّا إيه؟ مش كده؟ صباح الفل.